السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة، وتنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. واهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد الاقتراح جدا لذيذ، وجبة شهية لذيذة بزاف متكاملة. ان شاء الله نقدروا نحضروها للغدا كيف ما يمكن لنا نحضروها كوجبة عشاء. والمكون الاساسي ان شاء الله غادي يكون هو الارز اللي هو الرز، وغادي نرافقه ان شاء الله بالدجاج. وإلا عجبكم الاقتراح تاع اليوم فضلا وليس امرا ما تنسونيش اخواتاتي واحد اللايك وكثروا اللايكات، الله يجازيكم بالخير، وكذلك شي تعليق يكون زوين بحالكم الغزالات ديالي. ودابا نتوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. غادي ناخذ اول حاجه غادي ناخذ الرز البنات. انا خديت منه زلافه، وانتم تقدروا تاخذوا الكميه اللي بغيتو. انا خديت هذا الرز الابيض اللي تيكون طويل. نتوما تقدروا تاخذوا اي رز متوفر عندكم في الدار، حتى داك الرز اللي كنديروا مع الحليب حتى هو تقدروا ديروها البنات. المهم كنغسلو المره الاولى كما تتشوفوا معايا، غنغسلو مزيان وغادي نسقطرو، وغادي نغسلو كذلك المره الثانيه. هاد العمليه كنديروها باش نحيدو ديك النشا اللي تتكون عندنا في الرز. تقدروا نتوما ديروها البنات تحت الصنبور وتغسلوه مزيان حتى تحيد منه ديك النشا، حتى كيولي داك الماء ديالو يخرج صافي. المهم البنات بعد ما غسلته جوج المرات غادي ناخذ دابا واحد الكاسرول اولا شي طنجره، المهم وغادي نوضع فيها الرز بعد ما غسلته مزيان حتى ما بقاتش فيه النشا نهائيا. غادي ناخذ دابا جوج زلايف تاع الماء. انا درت زلافه تاع الرز، يعني غادي نضيف ليه جوج زلايف تاع الماء اللي تيكونوا عامرين مزيان. غادي نوضعوا فوق النار يتسلق، وغادي ناخذوا الدجاج. انا خديت الجنيحات تاع الدجاج اللي هما هادو البنات. غادي تاخذوا نتوما القياس اللي بغيتو. انا خديت هذا القياس هذا، انا كانوا عندي في المجمد. ومن الافضل ومن الاحسن البنات يكونوا هاد الجنيحات مرقدين، يعني بليله ترقدوهم في الليل اولا في الصباح تيجيو بنانين. دابا غادي نشرملهم، غندير شويه تاع الملح، ما غاديش نكثروا الملح البنات لحقاش غاسلين هاد الجنيحات بالملح والحامض، وشويه تاع البابريكا والخرقوم الابزار. غنضيفوا شويه بالزيت سكينجبير، وغنضيف لهم صلصه الصوجا. وانتم الا كان عندكم المطار تقدروا تضيفوه، انا ما متوفرش عندي هادشي علاش ما ضفتوش. وشويه تاع الهريسه، وغادي ناخذ البنات الحامض غادي حتى هو نعصرو. المهم البنات هاد الشرموله راه تجي غزاله، ما كنضيفش الزيت نهائيا. الزيت البنات ما كتخليناش هاد الشرموله تدخل في الدجاج، فلهذا ما تضيفوش البنات لا زبده لا زيت. ضيفوا غير هاد التوابل اللي قلت لكم وشويه تاع صلصه الصوجا مع الحامض. والا كان عندكم المطارد حتى هو من الافضل ومن الاحسن ضيفوه. صافي البنات، وغتشرملوا هاد الجنيحات مزيان غتدخلوا فيهم هاد العطريه. انا دائما البنات تنديرهم، ولكن تنديرهم بحال هكا بالليل، تنشرملهم في الليل ولا غد ليه تلقاهم موجودين. عرفتوا البنات راه تيجيو بنانين تيجيو لذاذين، واحد اللذه فيهم يا سلام. تقدروا ديروا حتى الفخيضات حتى هما الا كانوا متوفرين عندكم. انا كيعجبوني هاد الجنيحات في الروز تيجيو غزالين. تنتمنى تجربوهم البنات وتردوا عليا الخبار، راه غادي يعجبكم ان شاء الله وغتوليو مدمنين على هاد الجنيحات. غادي نشرملهم اخواتاتي كما تشوفوا معايا، وغادي نخليهم على جنب، نخليهم يترقدوا واحد شويه في هاد الشرموله باش يشربوا ديك الشرموله وتيجيونا بنان. وغادي ندوزوا البنات باش نكملوا ان شاء الله الطريقه تاع هاد الرز. غادي ناخذ واحد البصله اللي تتكون متوسطه، غادي نقيها وغادي نغسلها مزيان وغادي نقطعها هكا طريفات صغارين البنات. المهم هاد الوجبه ان شاء الله الا جربتوها انا متاكده غادي تولي معتمده عندكم، غادي تعجبكم وغتعجب حتى الوليدات ديالكم. ساهله يا البنات وفي واحد الوقت اللي هو وجيز كتحضروها. دابا بعد ما قطعت البصله غادي ناخذ واحد المقلاه وغادي ندير فيها الزيت العاديه، وغادي نوضعها فوق النار. وغادي ناخذ ديك البصيله اللي قطعنا، يعني البصله اللي شلضناها طريفات صغار، غنوضعها في ديك المقله وغادي نخليها تشحر. غادي نديها ونجيبها في هاد الزيت هادي، وغادي نخليها البنات تشحر على خاطرها. انا ناقصه عليها النار باش ما تحرقش ليا. وغادي نمشي نكمل كما شفتوا البنات. انا راه دايره الفلافل، غناخذوا فلافل. المهم انا عندي فلفله خضراء وحمراء، وانتم الا كان عندكم الفلافل الوان ديروهم، ما عندكمش البنات اكتفوا غير بالفلفله خضراء، راه بارك راه كافيه ووافيه. المهم داكشي اللي عندك اختي تقدري ديريه. انا غادي نقطع هاد الفلفله كما تشوفوا معايا، غادي نقطعها طريفات صغار
وغادي ناخذ غير نص ديك الفلفله خضراء حتى هي غادي نقطعها حتى هي طريفات صغارين. المهم غنحيدو الزريعه، ما نخليوش الزريعه نهائيا. صدقوني يا البنات ان شاء الله الا جربتوها وانا متاكده غادي تجربوها، لحقيتاش راه تتجي يا سلام يا سلام يا سلام، تتجي غزاله غزاله غزاله. والبنات واخا ما يكونوش عندكم دوك الجنيحات تاع الدجاج راه تقدروا ديروا غير هذا الرز هذا بوحدو حتى هو راه تيجي غزال. دابا بعد ما شحرت ديك البصله غادي نضيف دوك الفلافل، وتقدروا كذلك البنات تضيفوا حتى الخضره الاخرى، يعني تقدروا ديروا الجزر حتى هو تحكوه في الحكاكه الغليظه، يعني يكون محكوك غليظ ماشي رقيق. وكذلك حتى الكورجيت حتى هي تجي زوينه ولذيذه في هذا الوصفه تاع الرز، حتى هي تجي زوينه. دابا بعد ما ديت وجبت ديك الفلفله غادي نبدا ندير فيهم في العطريه. ما غاديش نديروا العطريه كامله يا البنات في هذا الحشوه هذه، غادي ندير فقط البزار والملحه والكمون، هادو هما التوابل اللي غادي نضيف لها لهاد الفلفله والبصله. ما كنديروا لا بابريكا لا سكينجبير لا حتى شي حاجه. تقدروا تضيفوا فيها حتى الهريسه حتى هي تجيبها زوينه. المهم انا تنضيف غير الملحه والكمون صافي وشويه الابزار، وغنخلي ديك الفلفله تشحر، وغادي ندوز لدوك الجنيحات بعد ما شربوا ليا العطريه مزيان مزيان. غادي نديرهم في واحد الطاوه وغادي نفرش لهم الورق تاع الطبخ وغادي نحطهم وغندخلهم الفران اللي تيكون سخون صافي. وغادي ناخذ داك الرز بعد ما سلقته، شوفوا البنات راه تيجيني الحبه على اختها، غادي نصفيه وغادي نضيفوه على ديك الفلفله وديك البصله اللي شحرنا من قبل. كما شفتوا البنات الرز راه طايب، وحتى الحشوه حتى هي راه طايبه، يعني ديك الفلفله وديك البصله حتى هي راه مشحره. يعني غير غادي نخلطوا هذا الرز مع ديك الحشوه، غادي نخلطوهم مزيان مزيان حتى كينسجموا لنا تماما على نار اللي تتكون متوسطه صافي. البنات غادي نبقى نخلط هكا كما تتشوفوا معايا حتى كيتخلطوا ليا مزيان، باش ديك الرز تيجينا بنين وتيجينا فيه واحد المذاق يا سلام. ودابا يا البنات بعد ما خلطته مزيان حتى تنسجموا ليا المكونات كاملين، غادي نضيف شويه تاع زيت الزيتون. زيت الزيتون تيواتي هذا الرز تيجي غزال فيه المذاق صافي. وغادي ناخذ البنات واحد شويه تاع الزيتون اللي تنكون مقطعاه طريفات صغار. المهم نتوما عندكم الزيتون خضر ضيفوه، عندكم الزيتون الاسود، انا عندي الزيتون الاسود هو اللي عندي البنات. غادي نضيف غير واحد شويه كما تشوفوا معايا، وشويه تاع المعدنوس. ما كنضيفوش القزبر في هذا الرز، تنضيفوا المعدنوس البنات صافي. غادي نخلطوا هاد المكونات حتى كينسجموا لنا تماما صافي البنات. ها الرز وجد، يعني راه في واحد الوقت اللي هو وجيز كتوجدوا هاد الوصفه هذه، راه في طرميشه العين غتوجديها يا اختي صافي. غنجيبوا دابا صحن التقديم، غادي نوضع فيه هذا الرز بعد ما شحرته مع داك الفلافل وداك البصيله وضفت لهم الزيتون وشويه تاع الربيع صافي البنات. غادي يكون داك الجنيحات واطابوا لينا، شوفوا تبارك الله راه تيجيو محمرين تيجيو غزالين ما شاء الله. تنضيفوهم على هذا الرز هذا من الفوق، كنزينوا بهم الرز تيجيو فيهم واحد المذاق يا سلام البنات. تنتمنى تجربوا هذه الوصفه، انا متيقنه راه الا جربتوها ان شاء الله غتوليو معتمده عندكم، غتوليو مدمنين عليها، حتى وليداتكم غادي تعجبهم، وحتى ضيوف الغفله تقدروا توجدوها ليهم، تقدروا توجدوها للعشاء ولا للغدا. يعني وصفه متكامله وكذلك وصفه صحيه.